ابتديت امتى بقى تشتغل لوحدك بقى خلاص؟ انا ما بتكلمش على التلفزيون لحد دلوقتي، انا كده بتكلم انت دلوقتي خلصت الجامعه مثلا، اتخرجت من الجامعه، ابتديت بقى وبقى اتعين بقى في اشتغلت فين؟ الفندق. مشيت بقى، مشيت. مشينا هنا اختلفنا بقى. اختلفت انت والحاج؟ اختلفت انا وكل الناس. انت وكل الناس؟ اه احكي لي بقى، ده تمرد، ده حاله التمرد. تمرد عظيم. احكي لي بقى التيرنينج بوينت دي. انا لما اشتغلت كنت شاطر جدا او كنت كويس جدا، هيلبر. مم. يعني كانوا مسميني جوكر، مم. ان اشتغل في اي حته اشتغل فيها. لهلوبه. جوكر. اه انت شغال في الخباز، عايزني يومين هتلاقيني قدامك، اه في الحلواني هتلاقيني معاك، في كل حته. كل ده كله درسه، لان عملت دبلومه مم. سنتين في نفس الفندق ده حلو. تبع وزاره السياحه. مم. ده بعد الدراسه، بعد او الجامعه. مم. في وسطها كمان. مم. عملتها سنتين بره الجامعه وبره المعهد، بره مم. المدرسه، دي حاجه تانية خالص. تبع وزاره السياحه، فدرست فيها سنتين، فكل قسم 3 شهور. مم. فلما اتخرجت كان ليا الاولويه اجباري اتعين، مش تبع ابويا بقى ولا تبع حد. مم. فتعينت مم. وبدات اني خلاص ابقى موظف. مم. فبدا يوزعوا لي على بعض، كنت شاطر جدا. المهم، فانا شايف نفسي انا عايز اخلع، مش حابب بقى الجو ده. ليه؟ كل واحد يروح يقابل بابا يقول له ده عشان خاطرك، مم. ده عمل كذا عشان خاطرك. مم. فابويا يزعل قوي، فيبقى في خلافات، في خناقات. يا يجري ورايا الحزام وبتاع وخلاق، يعني فاهم، مم. مشاكل كتير جدا. مم. فانا ما كنتش حابب نفسي في الموضوع، ان انا اكون يعني بشتغل كويس وانت عشان مش مبسوط مني شخصيا فتسخن ابويا عليا، فابويا يجي يعمل مشكله معايا، فيجي يعمل مشكله معايا، فيرجع مش يعمل مشكله مع امي. مم. فانا عندي مشكله كبيره جدا، انا في البيت عندي مشاكل، وفي في الشغل عندي مشاكل. مم. فانا ما كنتش طايق، عايز وعايز أخلع. امشي وهو مش عايز، مم. مش عايز يمشيني. مم. فانا قررت كده لوحدي مع نفسي، والله العظيم مم. انا همشي. مم. طب هتروح فين؟ انا مش هفعت، انا تمام، انا كده كده بقى هشتغل لوحدي بره بقى، ما هي دي الفتره اللي لعبت فيها لوحدي. ماشي. فانا همشي، انا راجل صنايعي مم. واعرف اشتغل لوحدي. وموضوع التوظيف وان انا اكون موظف دي كان طبعا وقتها مهم جدا. مم. وانا مش حابب ان اكون موظف. مم. انا مش حابب فكره ان انا اكون بشتغل عمري كله عشان المعاش، ماشي. او عمري كله عشان التامينات، او مم. عمري كله عشان اورث ابني نفس الشغلانه. انا مش حابب ده. ماشي. وحابب ان فتره واشوف بقى، اسافر بره بقى واتعلم الشغلانه ماشيه ازاي. فقعدت فتره طويله جدا في مصر، سبت الشغلانه. وبابا زعل جدا ان قدمت استقاله، وكان فيها مشكله كبيره جدا. وراح لماما، كان قال لها فاضل له 15 يوم، لو يعني عنده دم يرجع ورقه، يرجع تاني بالورق اللي خده، ورق الشهادات بتاعته والحاجات دي، ومش عارف خبره وحاجات، حاجتي بقى خدتها كلها. مم. وبعد كان نفس كده الاوتيل اللي الحاج شغال فيه. ماشي. فانا قلت لهم لا، انا مم. خلاص انا كده عسل قوي. مم. عملت انا بقى ايه، اشتغلت بره، راح جاي لي ترانسفير من بالورق بتاعي ده، اختاروني في شرم الشيخ، فندق محترم برضه، هيلتون، ماشي. ان انا اروح اشتغل في شرم الشيخ. دي كانت نقله تانية بقى، ماشي. وانا عايز اخلع بره، بس كانت خطوه بالنسبه لي شرم الشيخ. هيلتون شرم. وقت الطلاينه بقى يا برنس. شرم ولع. لا ديني ولع بقى ولع، فرانشيسكو توتي مفيش دي كلام لا عربي روما خالص. لا شاتيني كانتاري. تشاو اميجو شاو بيلا، الصلاة على على النبي كده يا بقى معلم. والله العظيم خربت. قعدت حب احلى ايام عمري. طبعا يا اخويا، طبعا يا اخويا، يعني هتبقى اشتغلت احلى يا ايام ابراهيم، عمري انا. اشتغلت على نفسي يا ابراهيم. لازم تشتغل على نفسك يا باشا. واتبسطت وتعلمت وشفت نفسي هناك. اتعلمت ايه يا لولو؟ اتعلمت اولا اللغه، ما كنتش لغه، كنت انجليزي بس. طبعا. اتعلمت ايطالي، طبعا. وتعلمت الشغل البيتزا. الايطالي. ايوه والباستا. والله العظيم يا لولو يا اتعلمت حلو. المطبخ الايطالي من ايد شيف ايطالي كان شغال في الفرن. يا لولو يا حلو. ماشي. لا والله كل هزعل. الناس فاهمه انت اتعلمت ايه والله العظيم دلوقتي. لا والله انت الوحيد اللي فاهم حاجه انت ثانيه. رايح شرم في مطلع انا شرم. ما اعرفش حاجه. الكلام ده التسعينات، ايام شرم ما كانت ايوه ماشي. وبعدين قعدت هناك شويه اشتغلت. وطبعا كلها جروبات طلعنا وبتاع، وانا كانوا مختاريني يحطوني على الشوايه، والله العظيم يا ابراهيم، ايوه على ايوه الشوايه على البحر ايوه بره. ايوه هو متضايق لي قوي كده. شوايه. مش عاجبك ها؟ مش مصدقك بس. والله انا مش هكذب تصدق، انت بس عايز تسمع. انت بس عايز تسمع حاجات نفسك فيها، انت عمال تتخيلها بس هي مش حقيقيه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ماشي. خد بالك، انا يعني انا فكركم راح للي انا فكرت فيها يا جماعه ولا لا؟ ايوه الوحيد اللي فكر. لا طبعا كنت صايع اكيد طبعا، ماشي. بس انا
اهتميت بصراحه اني انا ادوني مسؤوليه كبيره جدا ان انا اكون شيف شوايه. شغلانتك شيف شوايه والله زي شيف شاورما كده. ايه يا معلم، كل يوم معاك حبه اللحوم دول، جماعه الجروبات اللي بتيجي دول اشويهم وقفل وروح. هتشوي الناس؟ لا اشوي حبه اللحوم يعني. اجبات الجروبات دول هتشويهم، حطهم لي على الجريلا كده ميديم واخلع انت. لا هم عملوا ايه، كانوا بيدوني مثلا 5 كيلو كفته وكباب وحاجات كده، او 5 سي فود مثلا. ماشي. من الساعه 7 وقت فتح البوفيه لحد 10 اشوي افرم دول اشويهم على الشوايه واخلع، هي مش قصه يعني. ماشي.